اول مره عملت اكونت على الفيسبوك كان في 2007، والنهارده بقول ان السوشيال ميديا دخولها على حياتنا كان من اكبر نقمه نزلت على البني ادم في ال20 سنه اللي فاتوا. حقيقي السوشيال ميديا دلوقتي بقى ضررها اكبر بكتير جدا من نفعها، وانا يعني لازم اعترف ان ليها منافع في حاجات كتير قوي دلوقتي بقينا نتعلمها ونعرفها، ولكن الضرر اكبر فعلا حقيقي دلوقتي من النفع. ليه بقى؟ لانه خلق الانسان ضعيفا هلوعا جزوعا وحاجات كتير قوي كده ربنا قالها علينا لان هو ادرى بينا، فاحنا فعلا رجلينا بتزل بسرعه قدام الفتن. احنا كبني ادمين عملنا ايه؟ جبنا البنزين جنب النار. السوشيال ميديا عرضت على البني ادم فتنه هو مش شاطر خالص في التحكم فيها، ولا انه يقدر يمسك نفسه قدامها بسهوله. الفتنه دي هي فتنه ان انا كل عمل بعمله لازم يلاقي اعجاب الاخرين. ده غلط كبير جدا جدا جدا، لانه اصلا الدعاء بيقول ايه؟ اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل واجعل عملي كله خالصا لوجهك الكريم. فالنهارده لما حد يصور نفسه هو بيقرا كتاب ولا بيعمل حاجه مفيده، غصب عنه ممكن تتخلل لقلبه ولو 1% احساس بانه يا سلام لو الناس بقى تشوفني وانا حد جامد كده، يا سلام. خطر، خطر، انت بتحط نفسك في خطر. انا عارفه ان هو مضحك جدا ان انا طالعه اقول الكلام ده على السوشيال ميديا، بس هو ما بقاش في مكان تاني ممكن يلم اعداد كبيره جدا من البشر تؤثر فيهم بشكل مباشر وسريع غير السوشيال ميديا. وكلنا شفنا السوشيال ميديا قد ايه خدمتنا في القضيه بتاعه اليومين دول. فالسوشيال ميديا ممكن تكون مفيده، بس هتكون مفيده لو اللي بيستخدمها كان واعي بشكل كافي انه فعلا يكون انتقائي في الطريقه اللي بيستخدم بيها، من ناحيه الكونتنت اللي هو بينزله، من ناحيه الكونتنت اللي هو بيتابعه، واحيانا كمان من ناحيه الكونتنت اللي هو بيرفضه. دي مقدمه. مع السوشيال ميديا الناس ابتدت تتكلم وتقول ايه؟ اما بنعمه ربك فحدث. ايه المشكله يعني لما انزل صوري انا وولادي ولا جوزي ولا سافرت ولا كلت ولا عملت؟ ما اما بنعمه ربك فحدث. معرفتش ارد بصراحه على الآية دي، ولكن سمعت تفسير أو يعني رأي أبداه دكتور حسام موافي، وقال إنه أما بنعمة ربك فحدث صحيح، ولكن أتوقع إنه لما تحدث نفسك بنعمة ربنا ممكن يكون هو ده المقصود. أما بنعمة ربك فحدث، حدث نفسك على النعم اللي انت غرقان فيها، يزيد عندك الامتنان والشكر والحمد لله فتتبسط أكتر. مش معناها ابدا ان انت تروح تحط حياتك على الملأ وتفتح التلفزيون وشباك على حياتك الناس تعرف من خلالها النعمه اللي مغرقاك. ده مش مفيد لحياتك في حاجه. فين الامتنان اللي هيجيلك من ورا ان انا يا جماعه اتفرجوا على حياتي عامله ازاي؟ وختاما عايزه اقول حاجه مهمه جدا، وهو اذا بليتم فاستتروا. اذا بليتم بالغفله عن قضايا كتير اهم بكتير من حاجات ليست ذو اي قيمه احنا عمالين نجري وراها، واخبار عمالين نتناقلها، ومهرجان عمال بينزل، وفساتين عمالة تتعرض، وانبهار بحاجات عجيبة، واحنا في كل ده محدش فينا وقف قال ما هذا العبث؟ محدش. فتاني هقول إذا بليتم فاستتروا. استتروا بقى، استتروا، استتروا. لو انت غافل بلاش تطلع نفسك على السوشيال ميديا تقول يا جماعة اتفرجوا عليا وانا مش هنا. استخبى، اتدارى، وفكر هتقول لربنا.